الشتاء على الابواب، ولازم لنا اكله كده تدفينا وتدفي العيال. تمام. معايا انا بصلتين كبار. الاكله دي كلنا شطار فيها. انا جايه اقول لك معلومات وتركات مهمه فيها، لو كنت بتعمليها تمام كده، ما بتعملهاش كلنا بنستفاد من بعض. عندك فكره، عندي فكره، مفيش حاجه هتخسر. عندي هنا بصلتين كبار حلوه. الاكله دي بتحب من الاكلات الشتويه وبتحب البصل كتير. هقشرهم واضربهم في الكبه. معايا ماده دهنيه، وبالمناسبه بتتعمل بزيت. حذري فزري في اول دقيقتين كده الاكله دي ايه. تمام. وهنا كنت جايه من السوق بقى، جايبه طماطم حمراء وجامده، والدنيا ايه، والدنيا زايده. فقلت ايه، انقي منها الحمراء الحلوه كده عشان اضربها للاكله دي، واغسلهم كده واشيل الجامده للسلطه. كلنا طبعا بنعمل كده في بيتنا. معايا 4 قرون فلفل سبايسي. انا هنا غسلت الطماطم، اغسلهم واقطعهم واحطهم اضربهم في الخلاط. هنزل على البصل والزيت يا دوبك بس يسخن كده، يصفر معاكي، مش عايزاه يغمق ولا لونه يغير. تمام. عندي هنا بقى ايه الاكله دي، عروش الكرنب. عروش الكرنب اللي فاضت من تقطيع الكرنب، مش الاكله عروش الكرنب، لا، هوريكي دلوقتي عروش الكرنب اللي عملتها دي. لو كرنبه مسكره الاكله محشي كرنب. لو كرنبه مسكره هتديكي طعم خطير. تمسكي عروش الكرنب اللي بتقطعيها في العروق بتاعتها، تضربيها مع بصلايه، فص ثوم. مش عايزه توم ما تحطيش، هي الاكله دي ما بتحبش المحشي الكرنب، ما بيحبش التوم كتير. معايا هنا الخضره، وكنت جايبه ربطه نعناع صغيره، هاخد منها يعني حوالي ورقتين كده، مش هاخد كتير. بيدولها طعم وبيخلوها في حته تانية خالص. تمام. بيدوا للمحشي الكرنب طعم. انا هاخد ورقتين صغيرين هحطهم على الخضره، وهبدا اوضب الخضره. خضره المحشي شبت وبقدونس. انا هنا جبت حزمتين شبت وحزمتين بقدونس، وحزمه واحده، حزمه بقدونس واحده، وحزمتين شبت، وحزمتين كزبره. غسلتهم كويس، اقطعهم حتت كده يعني كبيره، واحطهم في الكبه. طبعا انا معايا قدها مفرزه، قد الخضره دي في الفريزر. تمام. معايا طماطميتين كده جامدين، هقطعهم برضو زي، مش عايزه تقطعيهم في الكبه ولا خلاط، ابشريهم. ليه؟ هيديلهم طعم. وبصلايه دول هحطهم امتى؟ بعد ما التسبيكه تتسبك خالص هحطهم عليها. بيودوا تسبيكه المحشي في حته تانية خالص. والعروش اللي ضربناها بتدي سمك كده، ودي كانت صلصه انا شايلاها برضو عشان المحشي يبقى ليه طعم ومتسبك كده، حطيها. العروش الكرنب لو الكرنبه مسكره بتنقل المحشي، بتبقى خطير وبتقل كده. ما تحطيش رز كتير، بتقل الصلصه وبتبقى خطيره. هحيقه بقى ملح وفلفل، كنت غاسله الرز، ومعلقه كبيره سكر. دي بتخلي طعم المحشي خطير. عايزه تحطي مرقه حطي، ملح وفلفل كمون، بهارات اللي احنا عاملينها على الصفحه. بهارات محشي عندك، احنا عاملين بهارات على الصفحه، بهارات محشي تحفه. انا هنا حطيت اللي انا ضربته في الكبه بقى، البصلايه والطماطميه والخضره اللي انا مفرزاها، وهديها تسخينه. هنا الرز غسلاه كويس ومنقياه، وحطيته وهو على النار. التسبيكه على النار، التركه، ركزي، تركه مهمه جدا. انا هديهم غلوه. يعني مش مهم تسبكي التسبيكه وتبقى ناشفه خالص والكلام ده، لا، هي اتسبكت بس ما نشفتش خالص. اديتها غلوه مع الرز، تركه مهمه جدا. الرز يختم يشرب، والنار عاليه وكل حاجه، هيشرب بس الميه اللي في التسبيكه ويختلط ببعضه. هقول لك ليه دلوقتي، عشان ما نحطش شوربه. كل اللي هحطهم كبشتين 3 شوربه كده، يعني ما يعديش كوبايه شوربه. وهنا طبعا الكرنب انا كنت موضباه ومقطعاه وكل حاجه تمام كده.
عندي هنا الرز نزلته من على النار، يا دوبك نشفت الميه اللي في التخديع، وهبدا. طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تحشوا. حطيت شويه ورق اخضر في القعر عشان لو الحله اتلدعت ولا حاجه ما يجيش حاجه ناحيه المحشي. وهبدا احط، بصوا العروش دي اللي ضربتها في الكبه اللي وريتها لكم، تمام. وكده كنت حشيت ما شاء الله اللهم بارك. دول كانوا 3 كرنبات، قعدت حشيتهم خطير. هقول لك بقى تركه تانية في الشوربه عشان يديك اللون الاحمر الجميل. عايزه تحطي بابريكا على التخديعه بتاعتهم حطي، مش عايزه اعمليها ما عندك حطي. هنا الشوربه حطيت عليها معلقتين صلصه انا كنت عاملاها على الشوربه وبقت بالشكل ده. عايزه تحطي مرقه دجاج حطي. اسقيها بقى شوربه كبشتين 3 كده، يعني كوبايه كبيره شوربه. ما تكتريش على الحله دي، ما تكتريش. احنا عاملين الرز شارب التسبيكه بتاعه التخديعه والسوائل اللي في التخديعه، فنص سوا، يعني ربع سوا مش نص سوا، تمام. لذلك انا ماليه الحله، هو مش بيزيد الزياده اللي بالك فيه، ولا هحط طبق ولا هحط حاجه. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر ما تنسنيش لايك، متابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. اول نص ساعه او تلت ساعه النار شديده عليه، بعد كده بهدي النار 5 دقايق او 10 دقايق، يعني 7 دقايق كده. والتركه الاهم بقى، التركات مهمه في الجون حقيقي، معلقه زبده كبيره، زبده بلدي كده، هتخلي المحشي بتاعك في حته تاسعه خالص. حته سمنه بلدي كده على الوش بعد ما استوى، خلاص هقفل عليه احطها، او خلاص قفلت عليه احطها واقفل الحله. هلفها كده على الحله معلقه كبيره، هتخليه سكر كده ونحو. هقولك بصي بقى، طبعا احنا اصلنا صعايده بنحب المحشيه كبيره. اللي هتقولي المحشي كبير هقولك هو كده بقى، احنا صعايده بنحب المحشي كبير شويه، على اساس ان اللي يقعد ياكل محشيه 2 اركن من الاخر. بصي خطير. طبعا المحشي الاخضر دوت، بصي في الحله، يعني حطيت في الصينيه وفي الحله ما شاء الله كبيره. اللي عايز بياكل، اللي مش عايز بيفيد بقى، يعني اللي ليه في المحشي، مع ان ليه فوائد كتير خالص، تمام. هتعمليه، هتوضبيه وتعمليه في اقل من ساعه. لو عملتيه بالطريقه دي وسلقتي الكرنبه بحالها، هتوضبيه وتعملي الكرنب في اقل، هتحشيه في 10 دقايق. يعني انا عملت لك، وهنا كانت الفرخه بقى مطلعينها من الفريزر اللي هندخلها الفرن ولا الميكروويف تفك، وهي كنت عامله فراخ وشلتها معموله اهو. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم وتشجعوني لايك ومتابعه، واشوفكم بألف خير وسعاده. سلام.